وبركاته. اليوم غادي نهضروا على واحد العلاج مهم بزاف في محاربة السرطان، وهو الراديوثيرابي أو العلاج بالأشعة. شنو هي الراديوثيرابي؟ الراديوثيرابي هو علاج كيستعمل أشعة قوية ومركزة باش يقتل الخلايا السرطانية أو يوقف النمو ديالها. هاد الأشعة كتكون موجهة بدقة للبلاصة اللي فيها الورم باش تضرب الخلايا المريضة وتحافظ قدر الإمكان على الخلايا السليمة. علاش كيعطيو العلاج بالأشعة؟ الطبيب ممكن يوصي به في عدة حالات. أولا، باش ينقص حجم الورم قبل العملية. ثانيا، باش يقضي على الخلايا اللي بقاو من بعد الجراحة. ثالثا، باش يخفف الألم أو بعض الأعراض. رابعا، باش يمنع رجوع المرض. كيفاش كيدوز العلاج؟ العلاج كيكون في المستشفى أو مركز متخصص. المريض كيدخل لقاعة خاصة وكيستلقي فوق طابلة، والآلة كتوجه الأشعة للبلاصة المحددة. الجلسة غالبا كتدوم غير دقائق قليلة وما فيها لا ألم لا وخز. واش الراديوثيرابي كيوجع؟ لا، أثناء الجلسة المريض ما كيحسش بالألم لأن الأشعة ما كتوجعش وهي داخلة، ولكن بعض الآثار الجانبية ممكن يبانوا مع الوقت. شنو الآثار الجانبية الممكنة؟ على حسب البلاصة اللي كتعالج، ممكن يكون التعب والإرهاق، احمرار أو حساسية في الجلد، جفاف الفم إذا كان العلاج في الراس أو العنق، صعوبة في البلع أحيانا، فقدان الشهية. هاد الأعراض كتختلف من شخص لآخر وماشي ضروري يوقعوا كاملين. واش المريض كيولي مشع؟ لا، في معظم أنواع الراديوثيرابي الخارجية المريض ما كيوليش مشع ويقدر يعيش مع الناس عادي. كيفاش نعاونوا المريض؟ الدعم النفسي مهم بزاف، الماكلة الصحية، شرب الماء، الراحة، احترام مواعيد الجلسات ونصائح الطبيب. رسالة أمل: الراديوثيرابي علاج فعال وعاون بزاف ديال الناس في طريق الشفاء. ما تخافوش من الاسم، الأهم هو الثقة في الله واتباع العلاج. إذا كنتي كدوز من هاد المرحلة راك قوي وغادي تدوز بإذن الله. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك جيم وبارطاجيوه باش تعم الفائدة، وخليوا لينا في التعليقات المواضيع اللي بغيتونا نهضروا عليها.